تركة واحدة بس هتودي المكرونة البشاميل في حتة تانية خالص. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة هبدأ ان انا اعصج اللحمة. حطيت وok فيها معلقتين من الزيت عشان عندي اللحمة ما فيهاش دهون كتير، ونزلت بنص كيلو من اللحمة المفرومة. شوحتها كده لحد ما لونها بدأ يتغير. دلوقتي هنزل عليها بنفس كمية اللحمة بصل، يعني قد اللحمة اللي هي نص كيلو نزلت بنص كيلو من البصل المفروم. هغطي عليه كده واسيبه على نار هادية مع نفسه خالص لحد ما البصل ينزل ميته ويدبل معايا. المهم ان البصل ينزل ميته وبعدين تتبخر. هرجع اشوح اللحمة تاني، ونبدأ بقى نضيف الملح والفلفل الاسود وبهارات مشكلة او 7 بهارات. دلوقتي عليت النار. هضيف حوالي 3 فصوص من الثوم كبار مفرومين، وهديلهم تشويحة كده لحد ما ريحتهم تطلع، وبعدين هقلبهم مع اللحمة. مش عايزة اسيب اي حاجة متكرملة في الوok او في الطاسة. كل الكرملة دي عايزاها تطلع مع العصاج عشان بتدي طعم مميز جدا. ومش بضيف صلصة ولا طماطم على العصاج، وكده العصاج جاهز معايا. نعمل بقى البشاميل. حطيت كوباية ونص من المادة الدهنية، زيت مع زبدة، وهضيف كمان عليهم كوباية ونص من الدقيق. هشوح الدقيق كده مع الزبدة والزيت لحد ما ريحة الدقيق تطلع، واشم ريحة التحميصة بتاعتها كده، بس نخلي بالنا انه ما يتحرقش معانا. دلوقتي هنزل بلتر ونص من اللبن اللي هو الحليب، يعني كامل الدسم. حليب بلدي حلو كده يا جماعة علشان خاطر يبقى دسم وطعمه حلو في البشاميل. هفضل اقلب البشاميل لحد ما يوصل معايا للقوام اللي حضراتكم شايفينه، ان انا مجرد ما اعدي صباعي كده على ظهر المعلقة يبقى الخط ما بيقفلش على بعضه، ما نتقلش البشاميل. هظبط ملح وفلفل ورشة جوز الطيب، وكده البشاميل جاهز معايا. نسلق بقى المكرونه. انا هستخدم نص كيلو مكرونه بس، وميه سلق المكرونه بضيف لها ملح بس، مش بضيف زيت. هسوي المكرونه نص التسويه بس وهصفيها من غير ما اغسلها، وهضيف عليها على طول العصاج بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. ودلوقتي هنزل بالبشاميل. لو عايزين البشاميل او المكرونه يعني تبقى سايحه كده مش متماسكه، الكميه بتاعه البشاميل اللي هنزل بيها على المكرونه نفسها بضيف لها نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. ده بيخلي المكرونه سايحه معايا حتى بعد ما بتبرد. هنا انا عايزه ازود شويه كمان من البشاميل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هقلب وكده تمام. المكرونه جاهزه معايا. بس نخلي بالنا ان طبقه البشاميل اللي بنضيفها في ارضيه الصينيه واللي بنضيفها على وش الصينيه ديت مش بنضيف لها بيكنج باودر. انا هنا ما ضفتش بيكنج باودر في اي حاجه. التركه بقى ان انا بعمل المكرونه البشاميل في صينيه الارتفاع بتاعها صغير. ده بيدي تيست حلو جدا جدا يا جماعه للبشاميل او للمكرونه يعني بشكل عام، غير خالص المكرونه اللي بنعملها في الصينيه اللي بيبقى السور بتاعها عالي. البشاميل بتاع الوش ضفت له بيضه ورشه من الفلفل الاسود، قلبتهم كويس جدا، ووزعت المكرونه كويس في الصينيه، ضفت عليها البشاميل وكمان رشه من الجبنه الموتزاريلا. الفرن سخن عندي على اعلى درجه حراره، دخلت الصينيه على ارضيه الفرن. بمجرد ما بدات تغلي معايا كده واخدت لون من الحواف بتاعتها، طلعتها على الشبكه وهي بتاخد لون مع نفسها. مش بحتاج اشغل لها الشوايه ولا اي حاجه، وكده بتكون جاهزه معايا. بنسيبها تبرد شويه وبعدين بنقدمها، وبألف هنا وشفا.